السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقولكم على المكرونه بالبشاميل العسل اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، واقولكم انا عاملاها بايه. انا طبعا عاملاها بالكبد والقوانص. كنا قاعدين بردانين كده انا وولادي وعمالين نقول هناكل ايه هناكل ايه. قلت لهم اعمل لكم مكرونه بشاميل بالكبد والقوانص. قالوا لي يلا يا ماما. قمت كده جبت حلتين على النار، وجبت حوالي كيسين مكرونه، حوالي كيلو يعني، وجبت برضو كيلو من الكبد والقوانص. بس نزلت كده حطيت ميه في الحله، ونزلت كده بورقتين من اللورة، ونزلت كده بالكبد والقوانص بتاعتنا الاول. هسلقهم الاول في ميه قبل ما اقطعهم واشوحهم بالبصل. هسلقهم الاول في الميه عشان لو في اي زفاره ولا اي حاجه تنزل في الميه بتاعتنا دي. طبعا الكبد والقوانص بتاعتنا بعد ما اتسلقت زي ما انتوا شايفين، طبعا الميه دي انا هكبها مش هستعملها. طلعت كده الكبد والقوانص بتاعتنا كده في طبق، وورقتين اللورا اللي انا بحطهم معاها دول بيدوها طعم جميل جدا. وطبعا طلعتهم كده زي ما انتوا شايفين في طبق، وجبت صينيه حطيت فيها كده شويه زيت ومعلقه سمنه، وقطعت طبعا الكبد والقوانص بتاعتنا حتت صغيره كده زي ما انتي شايفه، ونزلت بقى عليها كده في الزيت بتاعنا بعد ما طبعا سخن كويس جدا. طبعا انا اوريدي كنت سلقاها، علشان اهم حاجه ما تحطهاش نيه. اهم حاجه تعملي موضوع السلق ده علشان لو في اي زفاره ولا اي حاجه ما يبقاش فيها اي زفاره يعني، وانتي حطاها في المكرونه مش هتبان اصلا ان هي كبد وقوانص يعني. ولو عايزه برضو ايه تقطعيها اصغر من كده عادي براحتك. نزلت كده طبعا ببصلتين كبار كنت مقطعاهم برضو، نزلت كده على الكبد والقوانص بتاعتنا وهشوحهم كده كلهم مع بعض. وهنزل برضو بقرنين فلفل زي ما انتي شايفة كده. عايزة تحطيهم حرقين او رومي زي ما تحبي براحتك، عايزة تحطي فلفل الوان برضو براحتك. ونزلت كده برضو بشوية كمون، شوية فلفل اسود وشوية بابريكا وورقتين من اللورا. حطيت كده كل ده على بعضه على الكبد والقوانص بتاعتنا والبصل، وهشوح كده كل ده مع بعضه في الصينية. اهم حاجة تشوحيهم كويس جدا وكله يستوي زي بعضه. كده جبت حلة تاني عندي برضو، نزلت كده بمعلقتين من الزيت، معلقتين من السمنة، وهنزل بأربع معالق كبار من الدقيق. واهم حاجة تكوني نخلاه كويس جدا. نزلت كده بالدقيق، انا عايزة كمية الدقيق تكون عايمة كده في الزيت والسمنة بتاعنا. وطبعا هفضل احمر فيه كده لما يبقى لونه ذهبي زي ما انت شايفة. وهنزل بعد كده بقى باللبن. طبعا اللبن بتاعي كان مجمد شوية في الفريزر، ما كانش فك كله يعني. بس ما شاء الله يعني زي ما انت شايفة طبعا البشاميل ما شاء الله ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجة. ونزلت كده بفلفل اسود وماجي، بس ما بحطش كمون ومش بحط اي حاجة تانية، بحط بس ملح وفلفل اسود وماجي بس. بعد كده بقلب البشاميل بتاعتنا. انا عايزة القوام ده، مش عايزاها تخينة تخينة اكتر من كده ولا عايزاها ارق من كده يعني، انا عايزة القوام ده. طبعا قسمت البشاميل بتاعتنا كده في حاجة، وده طبعا كان نصها. حطيت كده كمية المكرونة كلها في البشاميل، وهنزل بقى كده بنص كمية المكرونة في الصينية. مش عايزة اقولك والله مش هتاخد معاكي وقت خالص، هتتعمل بسرعة وطعمها جميل. جربيها كده بس بالكبد والقوانص، غيري يعني بدل الفراخ واللحمة بالكبد والقوانص. مش عايزة اقولك طعمها في حتة تانية. نزلت طبعا كده بالكبد والقوانص بتاعتنا، وزعتها كده في قلب الصينية. وهنزل برضو بنص كمية المكرونة بتاعتنا على الكبد والقوانص. اللي اول مرة يتفرج على القناة ياريت يشترك لي في القناة، يعمل لي كومنت حلو كده. وقبل اي حاجة تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. طبعا كده انا نزلت بنص كمية البشاميل على وش الصينية كده زي ما انتوا شايفين. هوزعها كويس جدا، وبعد كده بقى ايه هدخلها في الفرن. واول طبعا ما تستوي من تحت هطلعها على الشواية بقى كده تاخد لون جميل، وهطلعها بقى كده من الفرن. وده كده بعد ما طلعت من الفرن كانت ما شاء الله زي ما انت شايفة كده حاجة جميلة جدا يعني، كان طعمها تحفة. عايزاكي تجربيها وتقوليلي ايه رأيك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.